بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكله حلوه قوي. هنعمل رز الاصفر بالزبيب والمكسرات لو موجوده عندك. انا ما عنديش مكسرات فاستكفيت بالزبيب، بجد حلو قوي قوي. وكمان هنشوي فراخ في البيت من غير دخان وهتطلع حلوه قوي كده زي ما انتم شايفين، شكلها حلو قوي وطعمها ولونها. وكمان زي ما قلت لك من غير دخان ومش هتاخد معاكي وقت خالص. الحاجات المشويات دي على فكرة بره سعرها بقى فظيع خالص، فاحنا بنحاول ان احنا نعمل كل الحاجات الحلوة دي في البيت، وهتبقى احلى كمان من اللي بتجيبيها من بره. انا شغالة النهاردة برز مصري عادي خالص، مش لازم بسمتي. لو عندك رز بسمتي اكيد هيبقى حلو برضو. لو ما عندكيش تمام خالص، الرز الاصفر برضو جميل. بالرز المصري بيبقى حلو قوي برضو. بصوا بقى الفراخ بتاعتنا لونها حلو قوي، وكمان الميزه فيها ان التتبيله بتاعتنا هنا جوه الفراخ نفسها مش من بره بس. يعني لما بتجيبي فراخ مشويه ما بتلاقيش التتبيله جوه اللحمه زي ما انتوا شفتوا كده معايا. انا مدخله التتبيله جوه اللحمه وهي يعني جوه اللحم بتاع الفرخه وهي بتتشوي. بصوا لونها حلو قوي، بس هو كمان مش جاي صح يعني لان الاضاءه عندي مش حلوه. بصوا اللون لما هقرب لكم هتلاقوا ان اللون احلى من اللي موجود قدامكم يعني. وهي اصلا لونها حلو قوي، اخده لون حلو قوي كده من غير دخان زي ما قلت لك، من غير فحم. وهقول لك ازاي لو عايزه تشويها على الفحم تعملي ايه عشان تشويها على الفحم وهتطلع حلوه قوي معاكي، دايبه بقى وطعمها حلو قوي. وكمان مكوناتها هتشوفوها معايا مفيش ابسط من كده. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو ونشوف الطريقه والمقادير بتاعتنا. عندي فرخه انا جبتها وفتحتها من الظهر كده كويس، فصلتها كده كويس من الظهر وغسلتها كويس قوي ونشفتها، مش عايزه فيها ولا نقطه ميه. وهبتدي اعمل قطعات بقى كده بالسكينه. انا عندي فرخه وتقريبا وربع كده. كل ما تعملي فتحات اكتر في الفرخه كل ما هتشرب معاكي التتبيله. خلاص كده قطعناها، نجهز بقى التتبيله بتاعتنا. عندي بصل وتوم وعندي طماطم. لو ما عندكيش طماطم تقدري تحطي صلصه مفيش مشاكل. وعندي عصير ليمون وخل، وهحط عليهم معلقه كده كبيره ولا معلقتين من الزيت، وهشغل عليهم الخلاط او الكبه مفيش مشاكل يعني الاتنين هيقضوا الغرض. المهم ما تحطيش ميه، بس اهم حاجه زي ما هما كده بس مش عايزين نحط عليهم ميه. خلاص هنضربهم كويس قوي كده لحد ما يبقوا متاكدين ان هما ناعمين قوي يعني ما فيهمش اي تكتلات ولا حاجه. تمام كده. البهارات بقى بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه؟ معايا معلقه من الكزبره والفلفل الاسود والزعتر المحوج، وتوم بودره وبصل بودره وفلفل اسود، ومعلقه صغيره من الكباب الصيني. يعني نقدر نقول معلقه صغيره ممسوحه خالص، وكل حاجه دي معلقه صغيره بس دول يعني معلقه اقل شويه كبابه صيني، ومعلقه من السماق. دول يعني معلقه ما تبقاش مليانه، انما التانيين معلقه صغيره بس مليانه. البهارات اللي انا قلتها لكم هنزل بقى عليهم ب... هنزل على الفرخه بتاعتنا بالبهارات بقى بالتتبيله اللي احنا عملناها. بصوا كده من جوه ومن بره عايزين الفراخ تتشرب كده من التتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها. ريحتها كانت حلوه قوي قوي اصلا يعني من قبل ما ندخلها الفرن ولا اي حاجه، بس ريحتها كانت حلوه قوي. بصوا بقى هنشيل الجلد كده مش هنقطعه، هنفتح كده الجلد وندخل كل التتبيله كده من جوه. انا شغاله بالمعلقه بتاعه الشاي يا جماعه الصغيره، بس عاملاها معلقه مليانه يعني مش حاجه بسيطه يعني. حطينا بقى التتبيله كده على الوش كمان، دعكنا الفرخه بالتتبيله الحلوه بتاعتنا دي. تمام. وهنا بقى هنسيبها لتاني يوم في التتبيله الحلوه دي في التلاجة. يا اما لو ما عندكيش وقت تقدري تسيبيها يعني 4 ساعات ولا حاجه، ده اقل حاجه يعني. خلاص ده بقى هنا تاني يوم هنشيل بقى التتبيله كده، هنشيل الفرخه من التتبيله ونشيل اي تتبيله على الوش عشان هتتحرق معانا جوه الفرن. لو هتشويها على الفحم بقى تشيلي بقى كويس قوي، حتى اللي احنا حطيناه جوه كمان تقدري تشيليه يعني. حاولي ان انت
تتعبي نفسك شويه بقى وتشيلي التتبيله من بره ومن جوه، لان هتتحرق معاكي بسهوله لو على الفحم. وكمان تقدري تسيبيها زي ما هي كده في التتبيله بتاعتها في الصينيه، وتعمليها صينيه فراخ حلوه قوي. خلاص، المهم ان انت حاولي ما تقدري، يعني على قد ما تقدري تشيلي التتبيله من على الوش، لان على طول هتاخد لون وهتتحرق ومش هتبقى حلوه. تمام كده. تعالوا بقى نشوف هنشويها ازاي. انا حطيت الصينيه اللي بتبقى موجوده دايما عندنا في الفرن كده، حطيت فيها ميه، وهحط شويه من التتبيله وورق لورا. تقدري تحطي حبهان وقرفه اللي انت عايزاه. وعلى الشبكه بقى كده في النص، في نص الفرن، هحط بقى الفرخه بتاعتنا ونسيبها تاخد وقتها في التسويه. هتاخد حوالي ساعه على نار عاليه، ما تولعيش الشوايه ولا اي حاجه خالص. للرز بقى هنعمل ايه؟ حطيت زيت وسمنه، وهحط معلقه صغيره من بابريكا وتوم بودره وكاري وكركم. كاري وكركم، معلش انا بتلخبط، وورق لورا وقرفه. وكان في حبهان بس انا بصراحه نسيت احط حبهان، بس هو المفروض تحطي حبهان مع الرز دوت. بس هو الاساسي معاكي هنا في الموضوع الكركم، عشان يدينا اللون الاصفر الحلو اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. الكركم والكاري، لو ما عندكيش كاري حطي بهار فراخ او حطي الاتنين مع بعض. وبلاش توم بودره وبصل بودره لو مش حابه يعني. بس هو دول الاساسيين اللي انا قلت لك عليهم. وحطي ملح طبعا وفلفل اسود وورق اللورا والقرفه والحبهان، ودول شويه من الزبيب. بعد ما يستوى بقى معاكي، لو عندك مكسرات كده حمصيها في معلقه سمنه وحطيها بقى على الوش. ما عندكيش حطي شويه زبيب كده، هيبقوا حلوين قوي برضو. الفراخ بتاعتنا بقى كانت استوت وطلعت زي ما انتم شايفين، شكلها حلو قوي قوي، وطعمها بجد والله العظيم تحفه يعني. ريحتها في الفرن اصلا كانت قلبالنا الدنيا، يعني حاجه تجوع. أكلة سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي أي وقت، كده في ساعة هتكوني مخلصاها. تبليها من قبلها بيوم وقومي جهزيها على طول تاني يوم، كده هتاخد معاكي ساعة بالظبط. عبال ما الفراخ تتشوف معاكي في الفرن هتكوني جهزتي الرز بتاعك. اتمنى بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك، واللي لسه ما اشتركش عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد احنا بنعمله. معلش بقى لو انا متلخبطه معاكم كده شويه يعني لو لخبطتكم في المقادير ولا حاجه، انا كده كده هكتبها لكم بالتفصيل يعني. وبس، شكرا ليكم.